نقطة مهمة جدا لو أنا عايز أنجح نجاح حقيقي، إن أنا يكون الوعي بتاعي أعلى بكتير من الوعي بتاع الناس العادية. الإنسان اللي بيسعى للنجاح الحقيقي وعيه أعلى بكتير من الآخرين. هفتح معاكم 9 نقط للوعي، كل نقطة هحطها في فيديو عشان تسمعها مرة و2 و3 وتركز وتتابع معاها. أول نقطة محتاج تكون واعي ليها هي the story you're telling yourself، يعني القصة اللي أنت بتصحى من النوم تقولها لنفسك. كل يوم الانسان بيصحى زي ما كده، ما الكمبيوتر زي في اوبريتنج سيستم، بتفتح الكمبيوتر فبيبقى اوبريتنج سيستم ويندوز او اوبريتنج سيستم ماك. احنا عندنا اوبريتنج سيستم، فكل واحد فينا من غير ما يكون واعي unconsciously بيصحى بيقول لنفسه قصه. فالقصه دي هي كانها شغاله في الخلفيه، والقصه دي بتحدد انا بتصرف ازاي في الحياه. فممكن حد بيصحى يقول لنفسه قصه ان انا كنت طفل حزين، أو حد بيقول لنفسه أنا وحيد، أو حد بيقول لنفسه أنا خيبان، أو حد بيقول لنفسه أنا مش شاطر، أو حد بيقول لنفسه ده أنا ماليش حظ في الدنيا واسمتي مثلا صغيرة، أو حد بيقول لنفسه أنا على طول تعبان وعلى طول بعيا. في ستوري انت بتقولها لنفسك في الخلفيه. طبعا الستوري بيكون لها تفاصيل، ما بتكونش جمله واحده ولا كلمه واحده. فمحتاج ان انت كانك لما تقعد كده بوعي مع الفيديو، ابتدي حط احد الاهداف بتاعتك ان انت تقعد وتسأل نفسك what is the story I'm telling myself. ايه القصة اللي انا بقولها لنفسي؟ انا كانت القصة اللي انا بقولها لنفسي ان انا كنت طفلة حزينة، كنت طفلة تعيسة، طفولتي كانت تعيسة. لغاية لما وقفت في يوم كنا في المدافن، وكانت جدتي توفت. فروحنا ووقفت بقى بحضر الدفنة، وجدتي حد نزل ينزلها تحت التراب، يعني ربنا يرحمها ويغفر لها. ووقفت وابتديت اقول طب انا عايزة كأني اودعها. فابتديت في عقلي كده اقول شكرا يا جدتي، وابتديت الاقي نفسي بفتكر بقى شكرا على المصيف الفلاني، شكرا على الايس كريم اللي كنت بتجيبيه لي، شكرا على الذكريات الحلوة، شكرا على القصص اللي كنت بتحكيها، شكرا. وبعدين ابتديت اقول هو مين تاني مدفون جنب جدتي؟ يعني اقرا له الفاتحه، فلقيت ان جنبيها اختها وفي الناحيه الثانيه في الرجاله اخوها. فقلت ابتديت اقول ايه، طب انا هقرا الفاتحه لاختها، وبعدين ابتديت اقرا الفاتحه، وبعدين ابتديت اقول لها شكرا، شكرا على الوقت اللي كنت بلعبه مع اولادك في عندك في البيت، شكرا على الاكل اللي كنت بتعمليه لي كنت بحبه جدا، شكرا. بعد ما خلصت اتنقلت لاخو جدتي وابتديت اقول له شكرا يا انكل عاطف. قريت له الفاتحه وبعدين ابتديت اشكره، شكرا على الحضن الجميل، شكرا على السفريات بتاعه العين السخنه، شكرا على. بعد ما خلصت قلت ايمان ايه ده؟ انت بتقولي لنفسك ان انت طفله كنت تعيسه وان كانت طفولتك تعيسه. ايه التهريج ده؟ انت شايفه انت كان عندك ذكريات قد ايه حلوه؟ يومها كانت لمبه نورت جامد جدا، ومن يومها بقيت واعيه كويس قوي للستوري ام تيلينج ماي سيلف. خد بالك ايه القصه اللي انت بتقولها لنفسك، لان القصه دي انت بتقوم ببطولتها كل يوم في حياتك. انت كل يوم بتقوم وبتكمل القصه دي. لو انت بتقول لنفسك انا طفله تعيسه، فالطفل التعيس هيبقى انسان تعيس فبيدور على التعاسه بمنكاش. او لو انت انسان مثلا بتقول لنفسك انا خيبان، فهتبقى بتدور على الخيبه وبتبص على الخيبان عشان تاكد لنفسك ان انت خيبه. فخد بالك من الستوري، اصحى وفوق وافهم الستوري وغير الستوري، لان انا لما وقفت في المشهد ده في المدافن انا غيرت الستوري. نمره 1 الستوري.